سؤال منطقي في نهاية هذا التقرير: كيف سيتخطى الجزائر منتخب ليس بالسهل كونغو الديمقراطية يا بيتر؟ بالطبع هي واحدة من المباريات القوية. نتصور إذا أعدنا قراءة جدول مباريات الدور الثمن النهائي تكاد تكون هي المباراة الأقوى إلى جانب مباراة الكاميرون وجنوب إفريقيا، على اعتبار أنه متصدر مجموعة ضد ثاني مجموعة، بخلاف الأربعة المتصدرين الآخرين الذين واجهوا توالية المجموعات وربما كانت مهمتهم أسهل. مباراة قوية جدا بالنظر لما أفرزته معطيات دور المجموعات. منتخب الجزائر تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، هذا يحسب له. حتى المباراة فاز بها هو يلعب بصف البدلاء وقدم اشارات حلو يا حلو ان شاء الله. نعم، قدم اشارات قويه على انه بالفعل سيكون من اكبر المنافسين على اللقب. منتخب الكونغو الديمقراطيه تاهل عن مجموعه قويه بعد صراع ضاري مع منتخب الكوت ديفوار مع الفيلا، فاتصور على ان المباراه ستكون قويه، لكن يجب ان يلعبها المنتخب الجزائري بامكانياته، وأنه يحاول ما أمكن أنه يحضر أو يستحضر هوية لاعبه المؤسسة على اللعب السريع وعلى التحولات السريعة، ويحاول قدر ما يستطيع يهرب من الالتحامات البدنية. وإن تطلب الامر ان يحسم المباراه في البدايه يجب ان يحسمها في البدايه. وان تطلب الامر ان نكون اكثر صراحه. نسبه هذه المواجهه بالنسبه لبدر الدين ادريسي قبل التوجه الى صابر 60-40%. ليه؟ 60 للجزائر و40% للكونغو. تتفق مع هذه النسبة أولا؟ بنسبة كبيرة جدا طبعا. تتفق بنسبة كبيرة مع النسبة. تفضل. أنا شايفها اختلفنا كتير يعني ناخد هدنة. أنا شايفها مش مواجهة ما بين الأول والوصيف المجموعة الرابعة، أنا شايفها بين الأول الحقيقة، لأن الكونغو كمان كان في صدارة المجموعة، وكان الفارق مع المنتخب السنغالي فارق الأهداف، وده كمان من سوء حظ المنتخبين سواء منتخب الكونغو أو حتى منتخب الجزائر. ولكن هو نظام البطولة بيفرض مثل هذه المواجهات، لأنه لا يمكن أن تكون المنتخبات الأولى كلها هتواجه المنتخبات الثالثة، وبالتالي المواجهة هتكون صعبة جدا. ثقتنا الكبيرة جدا في التوليفة اللي عملها بيتكوفيتش في المنتخب الجزائري ما بين المخضرمين. كان في تخوف قبل البطولة أو قبل انطلاقة البطولة إنه ما فيش وقت يسمح بإحداث هذه التوليفة وهذا الانسجام السريع ما بين اللاعبين الشباب، وعلى رأسهم بالطبع الحاج موسى وابراهيم مازا وما ادراك ما ابراهيم مازا، والعناصر الخبره وعلى راسها طبعا رياض محرز وبغداد بنجاح وبقيه اللاعبين. ولكن البطوله اثبتت ان الانسجام حدث باسرع مما كان يتوقع اكثر المتفائلين بالمنتخب الجزائري، والمباراه كشفت هذا التجانس وهذا الانسجام. نتمنى اختبار حقيقي، اختبار قوي جدا. المنتخب الكونغولي مدجج بالنجوم في كل الخطوط. تخيل المنتخب لاعبينه لم ينشطوا في كل يعني تواجدوا في كل الدوريات، ولعبوا لمنتخبات انجلترا تحت السن، منتخبات انجلترا وبلجيكا وهولندا، قبل ان ينضموا في النهايه ويختاروا ان هم يمثلوا المنتخب الكونغولي، وبالتالي المواجهه هتكون صعبه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.